يعني أستاذ إبراهيم، يعني لو أنا كلام الأستاذ منصور يعني بيوضح قوي الحالة اللي احنا كنا عايشينها والحالة اللي احنا عايشينها دلوقتي. نعم. هل احنا ممكن نرجع كمصريين بعد القرارات، يعني خلونا ناخد شوية حتة سياسة بس صغيرة، نعم. بعد القرارات اللي أخذها الرئيس مرسي وعيد على المصريين كلهم من ازدواجية السلطة، بقى عندنا دلوقتي سلطة تنفيذية واحدة لا ينازعها أحد ولا حكم والسلطة العسكر اللي التشريعية دام 60 سنة. نعم. حضرتك تتخيل وحدة الميدان ووحدة المصريين والروح الجميلة اللي احنا كنا عايشينها في الميدان تبقى موجودة في الفترة الجاية ولا إيه؟ والله احنا في هذه الليلة المباركة ندعو لهذا الرجل ان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا به. نعم. فبندعو الله ان ربنا يثبته ويأيده بنصر من عنده، لان الشيلة تقيلة وهو صحيح. مستلم البلد مقطعة إلى 100,000 قطعة. جميل. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يا هو رب. يثبته ويأيده بنصر من عنده، لان الحرب شرسة وضروس ولسه الدولة العميقة شغالة صحيح. شغل جامد قوي. ولكن احنا قول المولى عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير والله الماكرين. خير الماكرين. نعم. والله غالب على أمره إن شاء الله، إن شاء الله بإذن إن شاء الله. الله.